بدي اطلب من وزير التربية والتعليم يلغوا لنا المرحة والتقويم اللي كانوا يضحكوا علينا فيها، ويعطونا بدالها مكافآت مالية. يعني اللي بيطلع الأول على الصف عطوه مثلا مكافأة مالية 5 مليون، الثاني 4 مليون، الثالث مليون مثلا، الآخر واحد الطردية مثلا يعيد الدراسة. يلي بيرسب أكثر من سنة هذا خلص ما عاد بدكم إياه بالمدرسة، وقولوا له الله معك برات البلد، يعني ترحلوه برات البلد، عرفتوا انتم خلص ما عاد بدكم اياه. بدنا مكافآت مالية والله لنصير ننجح كلياتنا ونرفع راس الدولة. بتشوفوا حالكم فينا، بس انه بدنا مصاري، عرفتوا؟ طلعوا شو كانوا يضحكوا علينا. امتياز، تفوق، شو كان حقه؟ 25 لير يمكن اقل كمان. شوفوا الجلاءات كيف كان قديمة هيك. انا النجحانة مو انت، ليش حاطين صورته؟ ما كنت اعرف. طلعوا لا وجلاءاتي معدوره وبحس حالي من المعمرين. لا وحتى ابنه يا زلمه طلعوا شو كان يعطونا. ابن بطوطه. ومره الانسه حطتني باربي مقطوعه اجره، قلت لها انسه انه مقطوعه اجره، قالت شو بنا يا بنتي هي ذوي احتياجات خاصه. ضحكت علي والله وصدقتها ورحت على البيت. قلت لها ماما حرام حتى الباربي بتخلق انه اجره مقطوعه. شوف كيف كانوا يستغلوا عواطفي. ومره الانسه ما ضل عندها هدايا عطتني فرد مي من انا وصغيره بحمل سلاح يعني بدون رخصه. هلا شو مشان بس المهم يعني ركزونا على انه الواحد اذا ما فلح بحياته تسافروه برا البلد، هي كثير منيحه، واذا فلح اعطوه مصاري مشان يعيش بقلب البلد.